السلام عليكم. فرق كبير بين انك تقيم نفسك وانك تجلدها. ناس كتير فاكرة انها بتقوي نفسها وهي في الحقيقة بتكسرها. كل ما يغلطوا يعاقبوا نفسهم بكلام مؤلم: انا غلطان، انا غبي، انا ما كنتش استاهل اللي انا فيه، انا ما استحقش ان انا اعمل كده. والسؤال هنا هو ده اسمه تطوير ولا تدمير؟ انا حاتم راضي، استشاري نفسي، وهنا بنحاول مع بعض ان احنا نفهم نفسنا ونرتقي لو قدرنا ونعيش حياة افضل. تعالوا نعرف مع بعض الفرق بين جلد الذات وتقييم الذات بشكل بسيط عشان نعرف نتصالح مع نفسنا. أولا، جلد الذات يعني إنك تفضل تهاجم نفسك وتلومها بقسوة بعد أي غلطة، وحتى بتحرمها من أقل حقوقها. أما تقييم الذات فده إنك تقف وقفة صدق مع نفسك، تشوف غلطاتك، تتعلم منها بهدوء بهدوء ومن غير ما تكسر روحك. اللي مخليني يمكن شوية مركز في الموضوع دوت كان شاب قابلته من فترة، متفوق جدا في المدرسة، لكن لما دخل الجامعة بدأ مستواه يقل ويضعف، والولد بدأ يجلد نفسه بشكل غير عادي: أنا خلاص، أنا فاشل، أنا ما كنتش أستحق اللي أنا وصلت له، ما استحقش إن أنا أدخل الجامعة، لأن هو دخول الجامعة مش سهل يعني، وما استحقش اللي الدولة ادتهوني، وأنا لا لا لا، أنا ما كنتش أقدر أعمل كده من البداية، ودي كانت بس باي تشانس في وقت المدرسة. وكان بطل تقريبا يروح الجامعة، وكان بدأ يدخل في حالة اكتئاب، وده أثر عليه وأثر على عيلته اللي هي نصحته إن هو يجي. فلما اتقابلنا الولد بدأ يتكلم وبدأ يعيد نفس الكلام: لا، أنا فاشل، أنا ما كنتش كده وأنا في المدرسة، الوضع دلوقتي اختلف، أنا مش قادر أعمل حاجة، أنا ما أقدرش. هو أساسا كان التقييم غلط. فأنا سألته سؤال، قلت له: هو أنت لو صاحبك حصل معاه كده كنت هتعامله بنفس الطريقة؟ قال لي: لا طبعا كنت هقف جنبه. قلت له: طب أنت ليه مش عايز تقف جنب نفسك؟ الولد بص لي وسكت لثواني وابتسم، وسبحان الله من اللحظة دي بدأ يغير طريقة كلامه مع نفسه، بطل يجلدها وبدأ يقيمها بهدوء بهدوء، واشتغل على نفسه خطوة خطوة. والحمد لله رجع الجامعة مرة تانية وبدأ يتفوق، بس المرة دي من غير خوف ولا جلد. النصيحة هنا اللي هو: اوعى تفتكر ان القسوة على نفسك هتصلحك. اللي بيصلح فعلا هو الفهم والوعي والتقدير، انك تفهم نفسك وتسمع لها وتديها فرصة ان هي تتعلم مش تتعاقب. اسأل نفسك لما بتغلط: هل انت بتقف جنب نفسك ولا بتكون اول واحد يهاجمها؟ لانك لو ما كنت السند لنفسك، مين هيكون السند؟ لو حبيت اختار من النهاردة ان انت تكون صاحبها مش جلدها. مش مهم انك تغلط، المهم انك تقف مرة تانية بعدها وانت بتطبطب على روحك مش بتجلدها. طبطبوا على روحكم. اتمنى لو الفيديو عجبكم شاركوه واعملوا سبسكرايب والحاجات اللي هي بتبقى بتتعمل دي عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة. واتمنى ان انا اكون بشارككم حاجة فعلا مفيدة. اتمنى لكم حياة سعيدة واشوفكم على خير. باي باي.